رجل يقول: جاءني النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فقال: يا فلان بشر فلان أنه من أهل الجنة. قال: ثم جاءني يوما ثانيا ويوما ثالثا فقال: فقلت في النوم: يا رسول الله ما أعرفه، أنت تذكر لي اسم ما أعرفه. قال: اذهب إليه فإنه في مكة. قال: فذهبت إلى مكة وبدأت أبحث عن فلان، وكان في بالي أن أجد رجلا مشهورا بالعلم والدعوة والصلاح والإنفاق. قال: سألت حتى دلني عليه من يعرفه. قال: فجئت إليه وسألت: فين فلان؟ فلان. جئت المسجد صليت. فين فلان؟ قال: والله فلان برا يجي بعدين. قال: فدلوني على بابه فجلست أنتظر قليلا. قال: وإذا برجل يأتي صاحب تاكسي، سيارة تاكسي. قال: يجي إنسان عادي تماما، جاء وقف السيارة وجاء ينزل، مسكته: السلام عليكم. السلام. يا أخي أنا أدور على فلان، تعرفه؟ قال: أنا فلان. قال: فلان ابن فلان؟ قال: نعم. قال: أخي دور غيرها، أبغى فلان، لا تضحك علي. قال: يا أخي والله إني فلان. إيش عندك؟ إيش تريد؟ أقسم بالله أنت فلان؟ قال: أقسم بالله العظيم إني أنا فلان. قال: دخلني ضيفني، لك عندي بشارة. قال: تفضل. يقول: دخلت أطالع أشوف المكتبة فين، العلم فين. الرجال حادي، ما عنده من الدنيا شيء، ما عنده من العلم شيء، إنسان فقير على قد حاله مع تاكسي. قال: قلت له: شوف أنا عندي لك بشارة، لكن والله لن أخبرك بها حتى تخبرني بعمل صالح بينك وبين الله. قال: يا أخي لا ما بيني وبين، حل اللي بيني وبين ربي يتدخل فيه، أنا إنسان عادي وأنت شايفني. قال: لا، أبغى اللي بينك وبين الله، والله لك عندي بشارة تفرحك، بس علمني شرطي. قال: أعلمك بس بشرطين. قال: إيش الشرطين؟ قال: الشرط الأول أن تعلمني بالبشارة والنهار. قال: أعلمك. والثانية أن لا تخبر بذلك أحدا. قال: أبشر. قال: أما سألتني بالله، والله يا أخي لا أنا طالب علم ولا أنا داعي ولا أنا مصاحب، أنا إما أصلي في المسجد مع الناس من طرف الناس، ولا أعرف حتى إلا يلا الفاتحة وشيء من القرآن، لكن كان لي جار غير سعود وعنده زوجة و5 أطفال، ثم وقع عليه حادث دعس ومات، ومنذ أن مات جاري إلى اليوم والله الذي لا إله إلا هو ما أدخلت بيتي قطعة إلا أدخلت مثلها له. يقول: ما يجيني من التاكسي أقسم بالنصين، ما دخل بيتي فاكهة ولا شيء من الدنيا ولا من المقاضي إلا وأدخلت في بيتي مثله، والله لا يعلم بذلك أحد. فبشره بتلك البشارة. إذن هذه خبيئة عمل بينك وبين الله. احرص على أن تكون لك سريرة، ومن صلحت سريرته حسنت خاتمته.